شركسية من وصفات جدتي، أكلة قديمة وكلنا بنحبها. بعملها بطريقة سهلة ومتأكدة هتعجبكم وهتعتمدوها على طول، وبتطلع أحلى طبق للمة والعزومات وسفرة رمضان. ويلا نبدأ وصفتنا النهاردة. أول حاجة هنبدأ فيها هي تسوية الفراخ. أنا بحب الفراخ أسويها بطريقة معينة، ما بحبهاش مسلوقة. هنا في الحلة أو الطاسة على النار حطيت كده زيت زيتون أو زبدة زي ما تحبوا، وهبدأ أسوي الفراخ. أنا قطعت الصدر على 2، هحطها الأول في الطاسة وبعد كده هتبلها بملح وفلفل، بابريكا مدخنة، توم بودرة، وأي توابل للفراخ بتحبوها. هخلطهم كويس مع بعض وهبدأ أتبل الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الجنب الأول، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني واتبلها برضو. أنا استخدمت حوالي كيلو من الفراخ، وطبعا ممكن نزود وممكن نخلي الصدر زي ما هو ما نقسموش، بس انا بحب الطريقة دي اكتر حاجة بتناسبني. بعد ما هديله لون من على اول وش وهرش التوابل، هقلبه على الجنب التاني وهرش كمان عليه باقي التوابل، وهستنى عليه بقى لحد ما ياخد لون حلو زي ما انتوا شايفين ويبقى خلاص 3/4 سوا. هطلعه، احط الكمية التانية وبرضو هضيف عليها نفس التوابل بنفس الشكل بنفس التسوية، يبقى 3/4 سوا. هقلبها كمان على الناحية التانية، وبعد ما تاخد لون حلو من على الجنب التاني هطلعها على طول. ويبقى كده خلاص سوينا كل الفراخ بتاعتنا او الكيلو بتاعنا 3/4 سوا. وفي نفس بقى الحلة او الطاسة هقول لكم هنعمل ايه. احط قطعة كده زبدة كمان، وهضيف عليها باقي التوابل المتبقية معايا، هديهم كده تقليبة، وبعد كده هرجع عليها الفراخ اللي احنا شوحناها او سويناها 3/4 سوا. هرجع طبعا الكمية كلها، هفردها بالشكل ده، واحاول اخلي الزبدة تبقى في كل قطعة من الفراخ بالشكل ده. بعد كده هغطي عليها، بعد ما هقلبها بالشكل ده هغطي عليها واسيبها حوالي 5 دقايق تكمل سوا. هي كده بتبقى استوت تماما. نيجي بعد كده للرز. في الحلة على النار حطيت زيت مع سمنة، هبدأ احط الرز وطبعا الملح وهقلبه. انا بحب الاول اقلب الرز مع الملح والزبدة والزيت بالشكل ده عشان افلفله، ما تقلقوش خالص هو ما بيتكسرش. بعد كده هضيف المية السخنة، واول ما يبدأ يخلص يشرب المية بتاعته هغطي عليه اكيد واسيبه على نار اهدى يكمل سوا. واخر حاجة بعملها هي صوص الشركسية. قطع حلوة كده من الزبدة، هضيف عليها بعد كده بصلاية متوسطة، هديها تقليبة لحد ما البصل يديني اللون الاصفر بتاعه وتبدأ ريحته تطلع. بعد كده هضيف عليها عين الجمل المفروم. انا هنا فرمت كوباية من عين الجمل بالشكل ده، فرمتها ناعم، هضيفها عليها، وطبعا اكيد هنقلبها تاني. كل ما هنقلب كل ما هناخد لون حلو وطعم احلى في الوصفة بتاعتنا. ما تقلقوش ما بيتحرقش، طبعا كل ده على نار هادية. وبعد كده هنضيف التوست. انا هنا فرمت التوست كويس جدا، وهكتب لكم طبعا المقادير تحت الفيديو، وضفته وهبدا اقلبه. في الاول هتحسوا ان الكميه كبيره قوي، لا ما تقلقوش، مع التقليب المستمر بتقل زي ما انتم شايفين. انا عايزاه يتحمص، احمص كل ده كويس قوي. بعد ما احمصهم هضيف طبعا الشوربه او المرقه المتوفر عندنا، وكمان هنتبل بملح وفلفل واي توابل للفراخ متوفره عندكم، واي توابل اللي بتحبوها. بعد ما تستوي وتدخل في السوا هنضيف اخر حاجة كوباية من كريمة الطبخ. بعد كده اكيد هنديها تقليبة ونسيبهم يستووا لحد ما توصل القوام ده. وهنا ممكن نفرمها او ممكن نسيبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بهرسها بالهاند بلندر او طبعا في الخلاط، وده شكلها بعد ما خلصت خلاص. وريحتها مش قادرة اقول لكم خطيرة، وطعمها طبعا يجنن. اخر حاجة بقى بنرص الطبق بتاعنا ونقدمه على التقديم على طول على السفرة. لازم تجربوها لو ما جربتوهاش قبل كده، ومتأكدة هتحبوها وتعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم.